تعالوا نتكلم عن الشخصية أكتر. نبدأ ببيت سيمبرس والعقلية القابلة للتطور. سنة 2000 كان سيمبرس بيلعب في ويمبلدون، وكان بيحاول يكسب بطولته ال13 من بطولات الجراند سلام. لو كسب كان هيكسر رقم روي إميرسون اللي عنده 12 بطولة. رغم إنه وصل للنهائي، لكن ما كانش في أحسن حالاته في البطولة، وما كانش متفائل قدام الشاب القوي باتريك رافتر. خسر أول مجموعة، وكان على وشك يخسر المجموعة التانية. كان خسران من 1-4 في التاي بريك، وهو نفسه قال كنت حاسس إني خلاص بضيع. طب ماكنرو كان هيعمل إيه؟ ومارتينيز كان هيعمل إيه؟ إنما سيمبرس عمل إيه فعلا؟ زي ما ويليام رودن كتب وقال، هو فضل يدور على مرجعية ترجع له تركيزه. سيمبرس قال، وانا قاعد بين الجيمز افتكرت ماتشات قبل كده كنت خسران فيها اول مجموعة، ورجعت وكسبت ال3 اللي بعدها. لسه في وقت، بفتكر تجاربي اللي عدت وازاي عديت منها، وفجأة جاب 5 نقاط ورا بعض، وبعدين 2 نقطتين كمان، وكسب المجموعة التانية وهو لسه في الماتش. امبارح بالليل رودين قال سيمبرس عرض كل صفات البطل: الخسارة في الشوط الأول، والضعف اللي بيقربه من الهزيمة، وبعدين الرجوع والانتصار في الآخر. جاكي جوينر كيرسي كانت بتكلم نفسها عشان تعدي نوبة رابو أثناء آخر بطولة ليها، وكانت بطولة عالم. كانت في سباق 800 متر، آخر حدث في السباعي. لما حست إن النوبة جاية قالت لنفسها بس هكمل. يلا كملي، حركي ايديكي، الموضوع مش وحش كده، كملي هتقدري تعدي، مش هتجيلك نوبة شديدة، معاكي هوا كفاية، انتي كسبتي خلاص، بس اجري بأقصى ما عندك. في آخر 200 متر يا جاكي، وكلمت نفسها كده لحد ما وصلت للنصر، وقالت لازم أقول دي كانت أعظم انتصاراتي. مع الأخذ في الاعتبار المنافسة والتقلبات اللي كنت بمر بيها، لو فعلا كنت عايزاها كان لازم أجمع نفسي. وفي أولمبيادها الأخيرة حصل اللي كانت بتخاف منه: إصابة شديدة في عضلة الفخذ خلتها تنسحب من السباعي. كانت محطمة، بقت مش منافسة في الحدث اللي هي معروفة فيه. بس هل كانت منافسة في الوثب الطويل بعد كام يوم؟ أول 5 قفزات قالت لأ، ما كانوش قريبين من مستوى الميداليات، لكن القفزة السادسة جابت لها ميدالية برونزية أغلى من الميداليات الذهبية اللي كانت هتكسبتها قبل كده. وقالت القوة اللي خلتني أعمل القفزة السادسة دي جت من كل آلامي اللي أنا جمعتها على مدار السنين. جمعت كل آلامي وحولتها لأداء قوي جدا. جوينر كيرسي كمان عرضت كل صفات البطل: الخسارة والضعف اللي بيقرب من الهزيمة، وبعدين الرجوع والانتصار في الآخر. الشخصية والقلب والإرادة وعقلية البطل دي لكل حاجة اسم، بس كلهم يعتبروا حاجة واحدة، هي اللي بتخليك تتدرب، وهي اللي بتخليك تنقب جواك وتطلع أقصى ما عندك لما تحتاج. فاكر لما ماكنرو قال إن كل الحاجات اللي حصلت غلط وخلته خسر؟ كان في وقت الجو كان ساقع، ووقت الجو كان حر، ووقت كان غيور، ومرات كتير كان مش مركز. لكن زي ما بيلي جين كينج بتقول، علامة البطل الحقيقية هي القدرة على الفوز حتى لما الظروف تبقى مش مناسبة. لما لعبك يكون مش كويس ومش في الحالة المزاجية الصح، ودي هي اتعلمت منها معنى كلمة البطل. كينج كانت في النهائي في فورست هيلز بتلعب ضد مارجريت سميث، اللي بعد كده اتغير اسمها لمارجريت سميث كورت، وكانت في أوج عظمتها. كينج لعبت معاها أكتر من 12 مرة وربحتها مرة واحدة بس. في الشوط الأول كينج لعبت بشكل رائع، ما أخدتش أي كورة وبنت لها فرق كبير. فجأة الشوط خلص وسميث كسبته. في الشوط التاني
كينج كانت تاني بنت ليها تقدم كبير، وكانت بتقدم على الفوز بالشوط كله. قبل ما تحس سميث كسبت الشوط والماتش. في الأول كينج كانت محتارة، عمرها ما بنت لها تقدم كبير في ماتش مهم كده. لكن فجأة جات لها لحظة يوريكا، فهمت إن البطل هو اللي بيقدر يرفع مستواه لما يكون محتاج. لما الماتش بيكون على المحك بيبقى أقوى ب3 مرات. جاكي جوينر كيرسي كان عندها لحظة يوريكا برضو لما كان عندها 15 سنة، وكانت بتتنافس في جونيور أولمبيك في سباق 800 متر، واللي كانت بتخاف منه. كانت متعبة جدا وبتتنافس ضد عداءة مسافات طويلة وخبيرة، ووقتها عمرها ما وصلت لمستواها. المرة دي وصلت. قالت حسيت بنشوة كبيرة، أثبتت لنفسي إني أقدر أكسب حتى لو عايزة ده جدا. الفوز ده وراني إني مش بس أقدر أتحدى أفضل الرياضيين في البلد، لأ كمان أقدر أصر على الفوز. مايا هام اللي كتير بيعتبروها أفضل لاعبة كرة قدم في العالم دايما كانت بتتسأل: مايا إيه أهم حاجة لازم تكون عند لاعبة كرة القدم؟ ومن غير تردد بترد بتقول: هي القوة الذهنية. وما كانتش تقصد إنها حاجة مولودة معاك. لما 11 لاعب بيحاولوا يوقعوك، ولما تكون تعبان أو مصاب، وكمان لما الحكام بيبقوا ضدك، ما ينفعش حاجة تأثر على تركيزك. إزاي تعمل كده؟ ولازم تتعلم. وقالت كمان إن دي واحدة من أصعب الحاجات في كرة القدم، وبعاني منها في كل ماتش وكل تدريب. على فكرة، هل مايا هام كانت فاكرة إنها أفضل لاعبة في العالم؟ لا طبعا. وقالت يمكن في يوم أبقى كده. في الرياضة دايما في مواقف مصيرية، لما اللاعب لازم ينجح وإلا كل حاجة بتضيع. جاك نيكلسون لاعب الجولف المشهور واجه مواقف كتير في مسيرته المهنية، لما البطولة كانت بتعتمد على جولة تسديدته الحاسمة. لو هتخمن كم مرة ضيع التسديدة دي؟ الإجابة هي مرة واحدة بس. دي عقلية البطل، دي الطريقة اللي بيكسب بيها الناس الأقل موهبة بيكسبوا بيها منافسينهم. وجون وودن مدرب كرة السلة الأسطوري بيحكي قصة، والقصة دي أنا بحبها جدا. لما كان وودن لسه مدرب ثانوي، كان في لاعب مش مبسوط لأنه مش بيشارك في المباريات الكبيرة. اللاعب إيدي باوليسكي طلب من وودن فرصة، وودن وافق وقال له: طيب يا إيدي هديلك الفرصة، وهتبدأ ضد فورت وين سنترال بكرة بالليل. فجأة وودن بيقول: سألت نفسي جاتني الكلمات دي منين؟ كان في تنافس شديد على المركز الأول في إنديانا. فريقه كان رقم 1، وفريق فورت وين سنترال كان هو التاني. وكان متوقع إن إيدي هيلعب دقيقة أو دقيقتين على الأكتر، خصوصا إنه هيلعب ضد أرمسترونج أقوى لاعب في الولاية. إيدي مزق أرمسترونج حرفيا. وودن بيقول أرمسترونج حقق أقل نقاط في حياته، وإيدي سجل 12 نقطة، وفريقنا كان متوازن أكتر من أي وقت في الموسم. وبالإضافة لنقاطه ودفاعه واسترجاعه للكرة وتنظيم لعبه كانوا ممتازين. إيدي عمره ما قعد على الدكة تاني، وتسمى أفضل لاعب لمدة 2 ورا بعض. كل الناس دول كان عندهم شخصية، محدش فيهم كان فاكر إنه مولود بموهبة خاصة بتخليه يكسب. كلهم كانوا ناس اشتغلوا بجد، وتعلموا واجتهدوا، وتعلموا يركزوا تحت الضغط، وقدروا يتخطوا قدراتهم العادية لما كان لازم يتخطوها.